بعد جايزة ميسي الغير مستحقة هالاند يروح يولع في نفسه بقى. مش انا اللي بقول كده يا ابو الكباتن، ده معظم الناس على السوشيال ميديا هي اللي بتقول كده. الناس كلها تقريبا على اتفاق واحد ان ميسي ما يستاهلش الجايزة، ما عدا طبعا محبين ميسي واللي فرحانين جدا. بس مش عايزك تربط اسطورية ميسي بالجايزة. ميسي من غير الجايزة هو من افضل لاعبي العالم في التاريخ. مش معنى ان في فئة كبيرة مختلفة على جايزة ميسي انه مش اسطورة، يعني ده الراجل اسطورة ونص كمان. من ضمن السخرية على ميسي سخرت شبكة ديسولا من تتويج ميسي بجايزة افضل لاعب في العالم، بس السخرية كانت لذيذة شوية. ونشرت صور للاعب الارجنتيني وهو كبير في السن وهو عنده 3000 سنه زي ما انت شايف كده، وكتبت عليها عام 2063 ميسي يفوز بجائزه افضل لاعب في العالم بسبب فوزه مع الارجنتين بكاس العالم في 2023. قصدهم هنا يعني ان ميسي كل سنه هياخد الجائزه علشان ياخد كاس العالم 2023. وانا بحبه والله على المستوى الكروي، والراجل ساحر في كره القدم وكل حاجه، ما اختلفناش. بس معلش يعني هالاند دوت يعمل ايه؟ يروح يغرق نفسه بنزين ويولع في نفسه؟ فاز بدوري ابطال اوروبا، وفاز بالدوري الانجليزي، وفاز بكاس العالم للانديه، ده طبعا غير الارقام القياسيه اللي حطمها. ده يروح يعتزل بقى، ما هو بالمنطق برضه. بس انت مش شايف بالمنطق؟ ها بالمنطق ان الجائزه متظبطه للارجنتيني؟ ما هو هيفضل ياخد جوائز على انه توج بكاس العالم لحد امتى؟ طب هقول لك سيناريو ابو الكباتن وتخيل معايا، احنا هنعكس الامور تماما. ميسي ما فازش بكاس العالم مع انه اصلا الفيفا مش مدخله كاس العالم من ضمن المعايير. بس معلش برضه تخيل معايا، ميسي ما خدش كاس العالم بس مع باريس سان جيرمان اخد دوري ابطال اوروبا، واخد الدوري الفرنسي، واخد الكؤوس الفرنسيه، واخد كاس العالم للانديه، وفي الاخر ما خدش جائزه افضل لاعب في العالم. بالله عليك انت هتعمل ايه؟ اقول لك انا انت هتعمل ايه؟ كنت هتطلع تقول دي الفيفا دي ماشيه بالكوسه وماشيه بالمحسوبيه، وهتقعد تتريق للصبح. وعلى فكره ده اللي بيحصل دلوقتي بس عكس ميسي، لانه بالمنطق. واحد يجي يقول لي بس يا عم موكا دي الجائزه باختراع بناء على تصويت كباتن المنتخبات. اقول لك بس في عقل شويه، يعني مثلا لو كل كباتن المنتخبات دي اختاروا مثلا رياض محرز هيديها له؟ لا طبعا مش هيديها له. عندك مثلا اختيارات محمد صلاح كانت ميسي ودي بروين وهالاند، يمكن نعطوا الجائزه لميسي علشان خاطر محمد صلاح مثلا، مش عارف. بس بجد انا عاوزك تحكم عقلك وتتناقش معايا حتى في التعليقات، هل ده منطقي؟ مش لازم يعني نشتم بعض وبس كده. اشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.